السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. وهبتدي الحكاية بتاعة النهاردة وأقول لكم صباح كدب. صباح كدب يعني إيه؟ ظهر اليومين اللي فاتوا دول على السوشيال ميديا واحدة طلعت بتعمل لنا لحمة كدابة. اللحمة الكدابة دي عملت الطريقة دي من الدقيق، وعملت ضجة كبيرة جدا، وقالوا شوفوا الست اللي بتعمل اللحمة الكدابة. يعني انا اعمل لحمه كدابه من الدقيق واديها لعيالي واكدب عليهم واقول لهم دي لحمه؟ ما اكتفيناش بكده، قبل كده كنا بنجيب وراك الفراخ والناس كانت بتعملها وتقول عليها الحمام الكداب. بقى في حاجات كتير جدا تخص الاكل ونقول عليها كداب، كدابه، كداب، كدابه. هو احنا مش علمونا زمان ان الكذب بيروح النار؟ فازاي ندي لعيالنا اكلات ونقول لهم دي لحمة وتبقى لحمة كدابة؟ دي حمام محشي وهو حمام كداب. دي فراخ معرفش ايه وهي اصلا كدابة، ناجتس مثلا وهي اصلا بطاطس محمرة معمولة طرنشات ببيض وبقسماط، ونقول لهم دي ناجتس كداب. في ايه تاني؟ في الجمبري الكداب. بيجيبوا البسارية، عارفين السمك الصغير ده، ويحمروه يقولوا ده جمبري الكداب. يقولوا ايه كوارع، كوارع الكدابة او كوارع الغلابة، اللي هي بتاعت رجول الفراخ دي، احنا عارفينها دي رجول الفراخ، ونقول رجول الفراخ الكدابة او الكوارع الكدابة. حاجات كتير جدا بقت كدابة 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 كدابة. هو انتوا مش ملاحظين ان احنا دلوقتي عيشتنا بقى كلها فيها كدب في كدب، وده بقى مسموح عادي خالص؟ طب ازاي يعني نجيب حاجات نقول عليها كل ده لحمة ومش عارفة ايه وهي اصلا مش لحمة؟ كدب في كدب في كدب. والمفروض ان احنا اتعلمنا ان الكذاب بيروح النار. عملوا من الست دي ملحمة إعلامية شديدة جدا، ازاي ان الست دي بتوفر وتعمل للناس اللحمة الكدابة، وبعد كده يجيبوا لها فيديوهات وهي بتقدم الفراخ واللحمة والمحمر والمشمر. يا ترى كل ده كداب برضو؟ يعني انتوا بتعملوا الكلام ده ليه بالظبط؟ انا فاهمة انتوا فاهمين